يعني ايه تترفض فكرتك اكتر من 400 مره وبرضه تكمل؟ ويعني ايه الناس كلها تقول لك في برامج شبهه ليه هنستخدم بتاعك وترد عليهم بجمله واحده وتقول لهم انا مش بعمل بس برنامج، انا بحل مشكله العالم كله. عارفين مين ده؟ عارفين الشخص اللي الناس كلها كانت شايفه فكرته مكرره وهو بقى اللي غير شكل التواصل في العالم كله؟ قبل ما تعرفوا اسمه اسمعوا القصة. كان شاب بسيط هاجر لأمريكا واشتغل في شركة تكنولوجيا، وكان دايما بيعاني من المكالمات اللي بتتقطع والاجتماعات اللي بتفصل والناس اللي مش عارفة تشتغل عن بعد. فقال ليه ما نعملش برنامج فيديو يكون سريع وبسيط وسهل لأي حد. ابتكر النسخة الأولى وقدمها لمستثمرين كتير، لكن الكل قال له السوق فيه كتير، انت مش مختلف. عارفين عمل ايه؟ ما استسلمش، رجع وسأل أول شوية ناس جربوا النسخة وسألهم بصراحة إيه اللي مضايقكم؟ الردود كانت قاسية جدا. البرنامج تقيل، التصميم معقد، مفيش اختلاف حقيقي. لكن بدل ما يزعل خد كل ملاحظة وحولها لميزة، خفف البرنامج وسهل الاستخدام وخلى الناس تفتحه من أي جهاز في ثانية، وفضل يطور ويسمع ويعدل. وفي سنة واحدة بس العالم كله قفل بيوت، والناس ما كانتش عارفة تشتغل ولا تدرس ولا تعمل اجتماع واحد. مين اللي كان جاهز وقتها؟ البرنامج اللي اتقال عليه مش ضروري، البرنامج اللي الناس ما صدقتوش، وبقى بعد شوية أهم برنامج على كوكب الأرض. عارفين ده مين؟ ده إيريك يوان، مؤسس برنامج زوم. وتعالوا أقول لكم إيه اللي خلى رحلته مختلفة. لأنه ما تجاهلش النقد، هو سمعه. لأنه ما استناش الفرصة الصح، هو خلقها. لأنه عدل بسرعة قبل ما المنافسين يتحركوا. لأنه كان شايف اللي محدش شافه. لأنه فضل يطور بدل ما يبرر. فأنا هنا بقول لك الفرصة مش دايما بتخبط على بابك، أوقات بتجيلك في صورة نقد أو في لحظة إحباط، بس اللي بيمسك اللحظة دي هو اللي بيكسب الجولة. وإيريك يوان كان واحد منهم. ليه ما تكونش انت كمان؟ الفرق بينك وبين اللي سبقك انهم بدأوا وانت لسه قاعد بتفكر.